السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود من قناة الأنونيمس السوري. اليوم جيتكم درس جديد عن حقيقة اختراق الفيس وتطوير الفيس وبعض الثغرات وحقيقة دول اللي بيطيروا حسابات فيس بينشغلوا وراك. أول شي عم بحكيكم شغلة، إنه ضليت أصور لوصل الفيديو 12 دقيقة، وآخر شي للأسف البرنامج توقف عن تصوير. يعني مثلا صرت 10 دقايق بلشت افتح مواضيع الاختراق والشغلات المهمة بالبرنامج وقف، قال لي ما بصير، يعني لازم تدفع مصاري حتى اكمل. فحبيت اني ارجع اصور بهذا البرنامج، بس احيانا وقت إن اسلم بصير في صوت، يعني فاعذروني إن صار في مشاكل. تمام، اليوم درسنا عن تطوير حسابات الفيس واختراق حسابات الفيس وحقيقة هاي الثغرات، وهي ممكنة ولا مستحيلة. تمام، أول شغلة مهمة ثغرات اختراق الفيس. حاليا الناس لو بتلاحظ تفتح اليوتيوب، لحظة، بس مجرد اكتب اختراق، لحظة شوي افتح بالتخفي احسن، اسرع النت بصير عندي على التخفي. نكتب اختراق، مجرد ما نكتب كلمة اختراق راح تلاحظ اختراق، اختراق الفيسبوك، اختراق الفيسبوك، اختراق آلية كلاش اوف كلانس، ايميل وباسورد، اختراق الأنظمة، اختراق الفيسبوك، اختراق الفيسبوك. يعني نلاحظ انه اختراقات الفيسبوك. تمام، نكتب برنامج اختراق الفيسبوك. يعني لو بنلاحظ انه التلغيم راح يكون من فيجوال بيسك تلغيم مو طبيعي. طبعا للأسف أنا عم يسوي الشرح يعني صوتي، ويخفي الأدس لايك ويعطل التعليقات بس من شان التلغيم. رابط التحميل يعني مبينات، يعني رفع خليج، موقع رفع الخليج بيقبل هذا الشي. تعرفوا ليش؟ لأن انتو ما عليه حماية مثل موقع الميديا فاير. موقع الميديا فاير بيكشف التلغيم، بيكشف حتى يقدر يرفعه. فمشان هيك مواقع رفع الخليج لا تأمن فيها، مثل هيك مواقع لا تأمن فيها. أما بميديا فاير، بميجا، هيك مواقع بتأمن فيها. تمام، وبدنا نحكي عن ثغرة كود اختراق فيس. تعالوا نشوف كود اختراق الفيسبوك. أول شي ثغرة الكود توقفت، الشركة وقفته. أحيانا بعض الناس اللي بتحط لك هون يعني ملغم، مجرد ما تنزل انت راح تتلغم، ما يطلع كود بس يطلع سيرفر صيغة TXT. تمام، ويعني ثغرة الكود طريقة سهلة إذا ما أعرف عنها. أنا ما بهم، الثغرة توقفت وأنا متأكد، لأني لو نلاحظ 1000 شرح. يعني شركة الفيس غبية لهالدرجة إنها يعني راح توقف مثلا الكود وما توقف الثغرة كاملة، فلا، فمستحيل مستحيل إنه يصير هذا الشي. تمام، نحكي على الكود لتطوير حسابات. من وين جبتولي هذا اسم كود؟ الصراحة أنا ما بعرف. أنا حتى كنت مفكر كود مثلي مثلكم، بس هو مو كود بالحقيقة، وبالحقيقة رسالة على الفيسبوك. الكود، أول شي الكود يجي على هذا الشكل، لحظة، هيك الأكواد، هذا كود. طبعا إذا راح ترسل الفيس مع هذا الشكل تحط رابط ضحية الفيس، شو راح يعمل؟ يعني ما راح، هي رسالة الفيسبوك. تمام، لو بتلاحظ انه بتجيب كود بتترجمه وبيطلع مرحبا فيسبوك، هناك شخص يضايقني يضايقني. تمام، هناك شخص يضايقني. فهذا يعني ترجمه، صار اسمه كود. يعني بعد الترجمة صار اسمه كود؟ لا، رسالة هاي. مثلا الرابط، وتحط رابط الضحية. هذا على سبيل المثال، هذا رابط الضحية.
لكم أحط رابط حسابي. يعني فطبعا هحط مسطرة إنه هذا رابط الضحية وهذا عم يضايقني، فبيحسبوا الحساب. فبعد ما شافت شركة الفيس الشروحات اللي باليوتيوب، فمستحيل تتركها شغالة. يعني تعال نكتب كود تطهير. يعني شركة الفيس راح تقبل انها تحذف حسابات. يعني لو بنلاحظ شروحات 2000 شرح على فقط بالكود، يعني ما راح يسكروا الثغرة، لا راح يسكروا الثغرة اكيد. يعني بدنا نحكي هسه الثغرة متوقف. جرب انا نشرت كود قناتي، لحظة سأورجيكم اياه. عفوا هذا تطهير حساب، اي حساب بهذا الكود. تمام. طبعا انا حطيت لكم الكود مع الضحية، وين نجرب نفتح الضحية. غير متوفر حاليا، الحساب مسكر. طبعا طيرت فيه هذا الكود يعني بثواني. لو بتشوف الشرح راح نجي، لحظة بس. راح اورجيكم كيف طار الحساب ثواني. جيت بعدين اجرب الكود ما اشتغل، بس خلنا نشوف شلون طار الحساب. هسه اعمل اعادة تحديث للصفحة اشوفه. ضغطت على الاسم عملت هيك الحساب طاير. فيعني الثغرة خلاص توقفت. نجرب الكود ما راح ينجح. للأسف فعلا شركة الفيس وقفت الثغرة. ففي حل واحد، لما نقدر نطير حساب واحد بضايقنا، يعني عملنا مشكلة. هاي الطريقة طبعا هي مو كود ولا ثغرة، هي مو ثغرة. هاي الطريقة أنا عرفتها مو ثغرة، تبليغات تكتير، يعني كسرة إبلاغات على الضحايا. بس كسرة إبلاغات طريقة من دول، فالحساب راح ينغلق إن شاء الله. وتطوير الجروبات ثغرة منيحة، مو ثغرة عفوا، إبلاغات بس. تعمل 10 حسابات فيس بضغطة زر. أتمنى يكون وصلت لكم الفكرة. ويمكن كان الدرس طويل شوي، لا يهم. المهم انتوا استفدتوا من هالدرس يعني. وكمان البحث عن برنامج اختراق فيسبوك تلغيم وأكواد اختراق معها بتنجح، أكواد تطوير معها بتنجح. فبإمكانكم تجربوا هاي الطريقة، واحتمال تتوقف يعني. بصير الإبلاغ مثل أي إبلاغ عادي حتى لو من أي دولة. يعني شركة الفيس إنه عندها قاعدة بيانات لحماية الاختراق، أقوى قاعدة بالعالم. فبتمنى يكون وصلت لكم الفكرة، يعني حتى تعرفوا ايش هو الأساسيات الفيس والشغلات. وممكن كان الدرس طويل، بعتذر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.